لما منتخب بلجيكا كان بيضغط منتخب مصر كان التقارب الخطوط هو بيساعد على افتكاك الكوره. يعني انت مش بتعتمد على لعيب زي مروان عطيه ولا لعيب زي حمدي فتحي ولا لعيب زي امام عاشور ولا صلاح ان هو يفتك الكوره يروح يفتك الكوره، لا انت كنت بتروح تعتمد على منظومه كامله. انت النهارده اعتمدت على منظومه، يعني كانت المنظومه دي عباره عن كده. شوف منظر اللعيبه عامل ازاي. دوكو حد بيقابله تمام، وفي 2 لعيبه وراه. نص الملعب بتاع بلجيكا القادم من الخلف الى الامام تمام، كان دايما بيلاقي ناس لعيبه مقابلاه. بص شكل الملعب، بص شكل الملعب كان دايما منتخب مصر اللعيب الخطير دوكو انا مقابله ب2 و3، وبقيه الملعب اي كوره هتتلعب بالعرض او بشكل يعني في خبص كروي انا مستعد ليها بالمرصاد. فاذا خطه مثاليه دفاعيه، خطه دفاعيه مثاليه. انت بتتكلم في تعطيل واحده من اقوى خطوط الهجوم في كاس العالم السنه دي، جيرمي دوكو، تروسار و دي بروين، وايضا المهاجم بتاعهم اكيتيلي ده تمام. لا انت عطلتهم بالكامل. فلا ولوكاكو لما نزل ما عملش حاجه، الجول اللي دخل فينا هو هدف عكس من محمد هاني. وبقيه الكبر اللي جات له لوكاكو يا اما من نصيب المدافعين يا اما من نصيب مصطفى شوبير اللي قدم النهارده واحده من اروع مبارياته وصد كوره صراحه ما تتصدش اصلا. يعني هدف محقق لبلجيكا، الكره اللي لعبها بالراس تمام وطار عليها مصطفى شوبير يصدها بايده بشكل خرافي يعني. فماتش رائع جدا من الناحيه الدفاعيه.